مرحبا. هلا خلونا نحكي عن اللغة بشكل عام، قديش إنها مفيدة لإنك تلاقي وظيفة. نقول هلا أنت نقول عمرك حوالي 25 سنة، بدك تسافر على شي بلد أجنبي، بس محتار تختار بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، اليابان وهاي الشغلات. فأنت هون بدك تدخل على شغلة واسمها المنافسة. بدك تشوف انه الناس اللي بينافسوك قديش العدد، كل ما زاد العدد كل ما زادت المخاطرة انك ما تلاقي شغل. هلا نحن بعصر انه الواحد لازم يكون عنده امكانيات خارقة لحتى يحصل على جو. لو انا هلا مكانك شو بساوي؟ بدي فلتر البلدان على اساس اقتصاد العالمي. اوكي، ففي عنا هلا اول اقتصاد امريكا، بعدين بيجي عندك ألمانيا حاليا فازت على اليابان، في الثاني ماني عرفان شو هو، نسيانه، يمكن سنغافورة، والثالثة ألمانيا، وبعدين اليابان. أوكي، هي أول 4 اقتصادات بالعالم. روح لأمريكا. أمريكا هلأ المنافسة جدا صعبة، معظم الناس بتعرف تحكي إنجليزي. وإذا بدك تدرس فيها يعني تشتغل بمجال البرمجة بده يكون مستواك خارق، لأنه صار معظم الناس يعرفوا البرمجة، معظم الناس لغة واضحة. صعب انك تحصل على مكان لكونك مو امريكي، لكونك ما عندك الاكسنت الامريكي، لكونك ما انك مبرمج خارق مثلك مثل الامريكان. انا عم بحكي عن يعني نسبة وتناسب لحتى انك تلاقي شغل. نيجي هلا على الدولة اللي بعدها واللي هي المانيا. بالمانيا اذا كان عندك اللغة الالمانية اللي هي اللي انت سويت فلترة للناس، فراح تكون المنافسة جدا سهلة انك تلاقي شغل، جدا سهلة. بخبرة بسيطة انك تحصل على عقد عمل، وخصيصا بعد ما تخلص من المانيا وتتعلم اللغة الالمانية تنزل لتحت شوي، تروح على سويسرا. سويسرا هون الرواتب بتبلش الهاي كواليتي، بيبلش انه هلا تطلب رواتب عالية بخبرة مو كتيرة لتقدر انك تحقق اكبر مكسب، وانك يعني شو بيسموها، انه تقدر تحتفظ بالمال. يعني تطلع لك مثلا 4000 يورو صافي، تقدر تحتفظ ب 2000 يورو إلك، والباقي مصاريف للبيت. فهذا هون اكبر مكسب. اكيد سويسرا غالية بس فيك تسكن من تحت. هلا انا فكرتي لإلك انه لما تختار بلد، اختار على الاول اقتصادية واللغة عشان تفلتر الناس، لانه اذا ما فلترتهم من خلال اللغة راح تكون المنافسة صعبة. ولا تعتبر حالك انك انت مميز بشكل خارق، اعتبر أسوأ الاحتمالات لحتى تتلافى الصدمات اللي راح تيجي لك. فإذا كنت مختار ألمانيا فمبروك عليك هذا الخيار. ألمانيا هلا عم تدور كل سنة على 400 ألف شخص لحتى يعطوهم فيز. أكيد صعبة وإجراءاتهم صعبة ومعقدة وما بيعرف الواحد هذا الشيء، بس هو أفضل خيار لتبني مستقبلك، لأنه لغتهم بتفلتر كتير ناس لحتى إنه يحصلوا على عمل، فبتكون رواتبهم عالية. اوكي، فهذا الاساس اللي بدي اوضح لك اياه. بتمنى لك التوفيق. اذا عندك اي سؤال اكتبه بالتعليقات. اللقاء.